السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الورد، يا صباح الفل، يا صباح الياسمين على كل حبايبي الحلوين اللي مشتركين واللي مش مشترك معانا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل كل جديد. صباحكم فل، صباحكم قشطة، صباحكم نادي زي السكر في الزبادي. قبل أي حاجة خالص صلي على النبي، زيد النبي صلاة وحج الله، اذكري ربنا وصلي على النبي أكتر وأكتر. بصي بقى، شركة يوميات منى عاملة لك عروض وخصومات وتخفيضات جميلة جدا جدا جدا. عايزة تشتغلي معاهم هسيبلك رقم الباشمهندس محمد في أول تعليق مثبت. شركة كويسة قوي وبتعمل شغل محترم جدا. تمام تمام. بصي بقى يا ست الكل، قبل أي حاجة كده أنا آسفة قوي 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 قوي، يعني إن أنا مش بنزل فيديوهات بانتظام. حقكوا عليا والله غصب عني، معلش. كل واحد فينا بيجي عليه فترة كده وبيبقى عنده ظروف أو بيبقى عنده ضغوط أو بيبقى عنده أي حاجة، يعني بيتأخر شوية. بس أنا بجد بشكركم من كل قلبي وبحب الناس اللي سألت عليا كلها والله، من داخل مصر ومن خارج مصر. بحبكم في الله، ربنا يزيدكم خير وصحة وسعادة يا رب. وانا بشتغل كده ببقى مشغلة أغاني علشان تسليني شوية. ناس بقى تدخل تقولي بدل ما تشغلي أغاني شغلي آيات قرآنية وكده واستفادي. بصوا، أنا بصحى من النوم أول ما بفتح عيني بفتح الشاشة بشغل القرآن. كان عندي راديو باظ وهجيب واحد اليومين اللي جايين دول إن شاء الله، ربنا ييسر الحال. فبشغل الشاشة عندي على طول على القرآن لحد ما أخلص كل الروتين بتاعي طول اليوم وأبدأ دي السبحة بتاعتي. شايفين أنا والله دايما ما بسيبش ولا ركعة، بصلي وبصوم وبزكي وبعمل الفروض اللي عليا اللي ربنا أمرني بيها الحمد لله. الأوضة دي يا جماعة مش دي أوضة ليفينج، حاطة فيها سرير. ليه؟ هقول لكم ليه. أنا عندي طفل، فطبعا أحمد بيبقى طول الوقت قاعد معايا يعني لو رحت المطبخ ورايا، رحت اللي مش عارفة فين ورايا، متعلق بيا جدا لأن ملوش حد غيري. ف يعني ممكن نبقى قاعدين نتفرج على الشاشة أبص ألاقيه نايم. طبعا بس بدأ بقى ماشيل واحط واودي واجيب، وبعدين انا برضو بعمل شوية حاجات كده في الأوضة بتاعتي جوه، فمش بننام فيها اساسا، يعني اصلا من بابه مش بنام فيها. آم، بس فبنام انا وهو على السرير ده بالليل، يعني في السهرة كده بعد ما بنتفرج على كل حاجة بنخلص يعني يومنا وقعدنا لقينا نفسنا نمنا، فبننام انا وهو. الشنطتين اللي انتوا شايفينهم تحت الترابيزة اللي قدامكم دي، الشنطتين دول لعب ليه، بعض اللعب يعني. عايزة اقول لكم اليوم ده كان مزاجي حلو شوية. يا رب يحلي ايامي كده دايما يا رب، ويحلي ايامكم امين يا رب العالمين. ولو حتى في ضغوط في حياتي خليكي متفائلة، والله ربنا هييسر الحال. محدش هيبقى عنده ضغوط زي اللي عندي، محدش هيبقى عنده هموم زي اللي عندي، ويا رب ما يكتب عليكم اي حاجة وحشة. عايزاكم بقى تصبروني على الهم اللي انا فيه. والله بصوا، انا اكتر واحده الخير بيجيلي مره واحده، بصراحه اكتر واحده الخير بيجيلها مره واحده. يا سلام. بصوا، عندي حاجتين في البيت باظوا في نفس الوقت، في نفس ذات الوقت. الطقم ده بيتزحلق، الطقم ده مش من مصر، كان من السعوديه. قشطه. بس الغساله باظت للمره ال- العشرة ولا العشرين. تمام. والغسالة فوق اوتوماتيك، والريموت بتاع الشاشة ب1600 جنيه، فهي LG. فعايزة اقول لكم جبت ريموت مش نافع خالص، ومعذبنا عذاب الدنيا والآخرة. ادعولي بقى ربنا يفرجها عليا كده ويرزقني برزق حلال واجيب حتى الريموت ده والله، لان الغسالة مش عارفة اعمل ايه والله. انا الغضروف اساسا تعبني اليومين دول. شوفوا كمية الشنطتين دول ادوية، واحدة بتاعت احمد والتانية الكبيرة دي بتاعتي. والله العظيم يا جماعة احنا عايشين على الدكاترة والادوية بس. بصوا، احسن حاجة ان انا بحبها في حياتي ودايما عايشة بيها بقول الحمد لله. لو ما قلتش الحمد لله هقول ايه؟ لازم احمد ربنا والله العظيم على السراء والضراء يا جماعة. نحمد ربنا على كل حاجة. مفيش في ايدينا حاجة نعملها غير ان احنا نقول الحمد لله. لما نحمد ربنا زادوا في خيره، والله العظيم كل ده خير وانا راضية بيه والله.
اهو الشنطتين دول لعب يعني عربيات. احمد مدمن عربيات، بيحب العربيات قوي. قلت له لما تكبر كده هيبقى عندك ان شاء الله، ربنا يديك يا ابني ويرضيك وتبقى عندك معرض عربيات. وراسه حكاية العربيات دي. بس شلت بقى السجادة. على فكرة أنا دايما بص الروتين ده كل يوم بعمله من غير الكاميرا، بكاميرا من غير الكاميرا بعمل كل ده كل يوم. كل يوم أشيل وأغير فرش سراير. السرير في الصيف بغير يوم أيوة ويوم لأ. وخديها نصيحة مني ليكي، مشي نفسك على الحوار ده. في الصيف غيري فرش السراير يوم أيوة ويوم لأ. في الشتاء كل يومين، يعني كل يومين غيري فرش السرير. علشان بس الجو بيبقى حر، وفي حاجات اسمها يعني يعني احنا كلنا عارفين ان النظافة حلوة وانتوا كلكم ستات نظيفة وبنات أمامير، بس احنا كلنا بنتعلم من بعض وبنعلم بعض. يعني انا لو حد دخل وقال لي نصيحة اكيد هسمع بيها يعني. بس سيبك بقى من اي حاجة كده، وحطي لي لايك وشير وسبسكرايب في القناة، ويا ريت انتي لو مش مشتركة معانا تشتركي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. عايزة اقول لكم ان في الله بحبكم بجد بجد، والله يعلم ربنا انا بحبكم قد ايه يعني. محمد بلاش عشان هيفصل شحن كده. مم. تمام. وبشكركم قوي كل اللي دخل يتواصل معايا يسأل عليا يعني انا ما بتنزلش فيديوهات ليه. وناس كتير انا ببقى في لايف في منصة تانية يعني، بيدخلوا يقولوا لي رنا انت ليه ما بقيتيش بتنزلي فيديوهات على اليوتيوب ولا على الفيسبوك. والله يا جماعة بنزل فيديوهات، بس ما مش بيوصل ليكوا اشعار، يعني مش بيوصل ليكوا اشعار بالفيديو. فده غصب عني والله مش مني، بيبقى من اليوتيوب او من الفيس يعني. ان شاء الله الفترة الجاية دي هعمل صفحة جديدة على الفيسبوك، لان الصفحة الكبيرة المشكلة اللي فيها احتمال ما تتحلش. فهعمل صفحة تانية لان انا كده كده ما باخدش منها اي ربح خالص. و... والله الله المستعان بقى، الله المستعان. وخلي بالكم يعني الفترة اللي احنا فيها دي كلها الحمد لله كله خير، والله كله خير. والله 1000 ما هي قاعدة، 2000 ما هي قاعدة، ما فيش فلوس بتقعد خالص يعني. كنت بعمل الروتين ده بالنهار. بس انا يعني بصوا، آه، هو طبيعي اي ست فينا هتشتغل بالنهار وبالليل يا جماعة. بس ممكن نقول نخلي مثلا الشغل التقيل، نصيحة يعني، نخلي الشغل التقيل اللي بالليل، اللي هو مثلا ترويقة تنظيفة غسيل بتاع، خلوه بالليل. بالليل افضل، بيكون الجو مطر شوية ما بيكونش فيه شمس كده يعني. المهم غيرت المفرش بتاع الكومود ده وقمت حطاه. كنت حابة ان انا اعمل شوية ده انا عندي ليكم مفاجأة للأوضة بتاعتي جوه هتتصدموا منها والله العظيم. حبيت اعمل فيها حاجة كده، فبسأل على السعر اللي انا هعمله هيكلفني قد ايه. لقيت حد، بس هو شخصية كويسة ومحترمة يعني مش وحش ولا حاجة، لقيته بيقولي 28,000 جنيه عشان هعدل حاجات في أوضة النوم. هبقى في الفيديو بتاع أوضة النوم هوريهولكم. قلت له لا، طب ما هي انا خليها موجودة زي ما هي كده 28 ب28، انا خلي اوضتي حلوة جميلة عجباني ما فيهاش اي حاجة. انا كنت هعمل فيها شوية تعديلات بسيطة بسيطة، خدوا بالكم من كلمة بسيطة دي عشان تعرفوا الاسعار بقت كده يعني. الله المستعان. المهم زي ما انتي شايفة كده، اهم حاجة عندي ان انا بسيق بمعطر وديتول وبرش المعطر تاني. انا بحب ريحة النظافة في البيت، ريحة الديتول والحاجات دي بتديني طاقة. بقول لكم حطوا لايك يا جماعة، والله العظيم بتعب في الفيديو. الغسيل ده بتاع روح قلبي، حتة من حياتي كده، القلب الصغير. هدوم احمد حمودي انا بحط له هدومه في باسكت لوحده، واخواته الصبيان الكبار ليهم باسكت بردك لوحده ثبت يعني. وانا ليا بردك ثبت لوحدي. انا مخصصه كده كل حاجه في البيت، كل واحد مش بحط كل عاطل مع باطل.
ما اعرفش. فقلت هقلب الغسيل ده واخش اغسله له انا بقى. وادي الفيديو خلاص. لو كان عجبكم الفيديو بس النهارده وتشجعتي منه واستفدتي، اكتبي لي كومنت حلو يشجعني ويشجعك معايا ان شاء الله الفتره الجايه. متنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب في القناه، ويا ريت يا ريت تتابعوني وحطوا لي كومنت حلو ولايكات وشير. يلا عايزه اقول لكم كده خلاص الروتين خلص، اشوفكم على خير، مع السلامه.